امبارح الظهر طلعت طياره من الهند وكانت رايحه انجلترا. كانت كانت لانها بعد اقل من دقيقه بتقع وبتنفجر وبيموت كل اللي فيها. بقول لك اخويا انا دريان بالكلام وفي ناجي وحيد على فكره. قصدك ده؟ طب تعرف ان ابن الست دي هو الناجي التاني؟ طب تعرف ان دي مش اول حادثه لطيارات بوينج؟ طب تعرف انك عشان تعرف لازم تشوف الحلقه دي من ادب علوم. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من ادب علوم. يوم 12/6/2025 والساعه 1:38 دقيقه الظهر بتوقيت الهند، الرحله الجويه رقم 171 على طياره بوينج 787 دريم لاينر 8 بتطلع من مدينه احمد اباد في الهند، وكانت في طريقها للندن. وقبل ما توصل للارتفاع الامن في المدن والاماكن المزدحمه واللي هو 1000 قدم، يعني حوالي 305 متر فوق اعلى بنايه او اعلى حاجه موجوده، وبعد اقل من دقيقه والطياره واخده كيرف الطلوع، واول ما بتوصل ل 190 متر تقريبا بيتقطع الاتصال بيها وتبدا في الهبوط تاني وتنزل في حي سكني قريب من المطار، وبتخبط في مبنى سكن جامعي تابع لكليه BJ الطبيه. وللاسف بيموت كل الركاب والطاقم ما عدا راكب واحد، كومار رميش 40 سنة، هندي ومعاه الجنسية الإنجليزية، وكان قاعد في الكرسي A11، والكرسي ده جنب باب طوارئ، فبيقدر كومار انه يفتح باب الطوارئ وينط من الطياره قبل ما تصطدم بالمبنى. روبرت سوموالت قال لشبكه CBS نيوز ان الطياره نزلت عجلات الهبوط وكانها كانت بتحاول تهبط وهي اصلا لسه ما طلعتش. الطياره بتقع فوق قاعه طعام في كليه BJ الطبيه، وبتتسبب في قتل 5 طلاب وحوالي 50 مصاب. وفي مقابله مع شبكه ANI الهنديه ظهرت سيده اسمها راميل، وهي لطالب في الكليه، وقالت ان ابنها كان في قاعه الطعام وقت الحادث، بس كان قاعد في اخر القاعه فنط من الدور الثاني وبقى عنده اصابات خطيره شويه، وهو دلوقتي في المستشفى. الحادثه دي هي أكبر حادثة في تاريخ الطيارة بوينج 787، بس الطراز ده حصل فيه حوادث كتير قبل كده هحكيها لك دلوقتي. شركة بوينج هي من أقدم وأضخم شركات تصنيع الطيارات في العالم، وهي رقم 2 بعد شركة إيرباص، وبتبلغ حصتها من السوق حوالي 40%. الكلام ده سنة 2024، وحصة إيرباص حوالي 60%. وسنة 2003 بتعلن شركة بوينج عن مشروع 7E7، والمشروع ده كان هدفه تصنيع طيارة ركاب تكون أخف وزن وأوسع، وكمان أكتر راحة للركاب، وبتوفر في الوقود حوالي 20% عن الطيارات اللي قبليها. وبعد الإعلان بسنة واحدة بيعملوا أول بيعة وبيمضوا عقود مع الخطوط الجوية اليابانية، الشركة اسمها ANA. في 2005 بيسموا الطيارة الجديدة بوينج 787 دريم لاينر. في 2007 بيعملوا احتفال كبير وبيعلنوا عن أول نموذج من الطراز ده، ولكن كانت لسه الطيارة مش جاهزة للطيران. وأخيرا في ديسمبر 2009 بيتم أول طيران تجريبي، وبتطلع لأول مرة الطيارة بوينج 787 دريم لاينر في السماء. وفي 2011 بتستلم شركة الطيران اليابانية أول طيارة من الطراز ده، وبعدها بسنتين بس بتحصل أول حادثة سنة 2013. وفي شهر يناير سنة 2013 كان في طيارة من الطراز ده واقفة في المطار في بوسطن، وبيحصل ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة بطاريات وحدة الطاقة السنوية APU، وبتفضل الحرارة ترتفع لحد ما البطاريات بتولع ويحصل حريق في الطيارة. وبعدها ب9 أيام بس طيارة من نفس الطراز تعمل هبوط اضطراري بسبب دخان كثيف طالع من البطاريات برضه، وده خلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إنها توقف الطيارة عالميا. وفي نفس السنة وبعدها بكام شهر تقريبا، وتحديدا يوم 12 يوليو 2013، طيارة من نفس الطراز برضه كانت واقفة في مطار هيثرو في لندن، وفجأة يحصل حريق جزئي برضه بسبب بطارية، وكانت بطارية جهاز إرسال إشارات الطوارئ ELT. وقالوا في التحقيقات إن السبب طبعا وأكيد ممكن يكون ماس كهربائي، وكمان تسريب في غطاء البطارية. ومن سنة 2020 لحد 2022 شركة بوينج بتواجه اتهامات خطيرة جدا بخصوص الطيارة 787، وإنهم بيحاولوا يسرعوا خطوط الإنتاج طبعا عشان زيادة الربح، وإنهم بيستخدموا طرق مختصرة في الإنتاج، وإن ده أكيد هيأثر على جودة الطيارات بعد كام رحلة. وفي 2020 إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتوقف تسليم الطيارة بوينج 787 مؤقتا. وفي مايو 2024 طيارة من نفس الطراز
بيحصل لها عطل مفاجئ بسبب المحرك بعد ما طلعت من سنغافورة بوقت قليل، والحادثة دي لسه التحقيق فيها شغال لحد وقت تصوير الحلقة. اما بقى اكبر قضية او فضيحة زي ما اتقال عنها في تاريخ شركة بوينج كانت بسبب الشركة الإيطالية MPS، واللي كانت مسؤولة عن توريد بعض اجزاء هيكل الطياره لشركه بوينج لسنين، وفي مره حاولوا يقللوا تكاليف الانتاج عشان يكسبوا اكتر، فوردوا قطع تيتانيوم هيكليه مصنوعه من سبائك مغشوشه، والقطع المضروبه دي دخلت خطوط الانتاج عن طريق شركه اسمها ليوناردو، والشركه دي هي الشريك الرسمي والرئيسي لشركه بوينج. وده طبعا اثر على جوده حوالي 500 طياره دريم لاينر شغاله وفي الخدمه. وقبل حادثة الهند بأيام تقريبا بيحصل أعطال فنية في طيارة من طراز بوينج 787 كانت لسه متسلمة قريب للخطوط الجوية الأمريكية، وبتتلغي كمان بعض رحلاتها التجارية الأولى. عايزك تعرف إن الرأسمالية وشها مكشوف، وبتقولك بكل صراحة أنا ما عنديش مشاعر، أنا علم صحيح بس ما عنديش وعي ولا أحاسيس من بتاعتكم. علم جامد ما بيعتمدش إلا الأرقام، والأرقام بتقول إنك لو قللت تكاليف الإنتاج الارباح بتاعتك هتزيد. بس يا ترى الرأسمالية وحشة فعلا وعلم قاسي ما عندوش مشاعر وما بيعتمدش الا الارقام ومفرمة مستعدة تفرم الانسان عشان خاطر الفلوس، ولا الغلط واجب وضروري في طريق تقدم الانسان وتعليمه، وانه لولا الاخطاء الكارثية في تاريخ الانسان عمره ما كان هيوصل للي وصل له النهارده؟ وعايزك تعرف كمان ان اللي اتقال ما كانش كفته، عشان كده سايب لك شويه مصادر، ولو حابب نتكلم عن حاجه معينه الحلقه الجايه يا ريت تعرفني في التعليقات. اشترك على القناه ولايك وشير، واشوفك على خير. كات. هايل يا عبد الرحمن. يا عم هايل ايه ده فاشل. ولا بطل احباط يا وانت عامل مغرب، ما اسمهاش كات، اسمها فركش.